والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات مصيصنا حب علينا بشيء ووصلنا وصل بهذا المقام الجد عمد وصل الوالدة أمواتنا وأموات أموات الحمد وغفر الله لنا أن الله يستغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. الله يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أصل المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه وسلم أرسل إليه
بهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والعيون صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه تعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظة العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله
والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في غلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه وسلم القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأبخرت من سر هذا النور ما أبخرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وسلم فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه وسلم ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وسلم وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شرع أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامع من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وسلم وإلا فأنا تعرب الكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدوين ما خفت من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وسلم وبقي الرعية في الكون من
منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي روح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ننظري إلى وجه الحبيب نعيم، نظري إلى وجه الحبيب نعيم، وفراق من أهوى علي عظيم. يا زارع الريحان حول خيامنا، لا تزرع الريحان لست تقيم. يا حبيبنا علي شايل الله، شايل الله
ربنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا حبيبنا صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزيد شبه وكما طلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزيد شبه وكما وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت وجد شبه وكما طلبي وعند الحبيب صليت والنظرة من العذبان بتخلي الحبيب هيمان والنظرة من العذبان بتخلي الحبيب هيمان يا سر الوجود يا طه أنا جاي وحياتي مناه أتعلق بنور النبي وتعطر بآل البيت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت وجد شبه وكما طلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت وجد شبه وكما طلبي وعند الحبيب صليت كف دمع الحنين عند المقام كفيت وسقاني نوره النبي شربت ما استكفيت لفرش ورود الحب وزرعها في الروضة ده العشق فيك يا نبي صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا رسول الله ده العشق فيك يا نبي صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا حبيبي يا
حب آل البيت صبحتك بالنور النبي مسيتك بالآل البيت مجدت هواك مطلبي وعند الحبيب صلي صبحتك بنور النبي مسيتك بالآل البيت فزكشف هواك مطلبي وعند الحبيب صلي يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما ناديت لبينا أذنا السمع والطاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما ناديت لبينا أذنا السمع والطاعة في قلبي ساكن إيمانك وعليه سائر سلامك في قلبي ساكن إيمانك وعليه سائر سلامك وعقلي حافظ قرآنك وعقلي حافظ قرآنك وتلامح ما الأسماع يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما ناديت لبينا أذنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم يحظ ما حركت في ندم مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل وحنا سنن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم صلى الله عليه. عبد الله بن عبد المطلب ذي الغفر العظيم صلى الله عليه. النبي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو من ولم ولا علنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وفد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. بخشوع حضرك رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد
بالحسن تفرد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد نبي صلى الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا ظالم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد آمين يا الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد تغشى الشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثانيات وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وحمدنا وكريم الآن وحمدنا بلك خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه تولى ذلك لشرفي عند الله أيدي القدرة. ومع بروزي إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبست وأجعت فلن أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم أخذني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين ذهبت
أردت بي قال إلى المشرق صلى الله قال فلم عليه يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبين الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه مولاه صلى الله عليه وأن عينينا يأتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتعشاها منه الفيوضات الهامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهر وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومآلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.